بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا شوفوا الجمال والحلاوة بتاعة الكنافة. كل سنة وانتم طيبين، بقى داخلين على رمضان وبنعمل بروفة علشان الكنافة، ونحط عليها الشربات ونقول بسم الله كده ونبدأ في عمايل الكنافة. تقولوا ايه رأيكم في شكلها وفي لونها؟ يعني بجد طعمها يجنن، حاجة كده بروايح رمضان. اول حاجة كده هنعمل ايه؟ الشربات علشان نسيبه على النار عقبال ما نخلص. عندي هنا الكنافة كنت حطاها في الفريزر، يعني ده كان نص كيلو كنافة كان محطوط في الفريزر. وبعد كده طبعا هنعمله، هنفركه بالسمنة جامد. انا شلت منه حتة علشان ما يبقاش سميك. ومعانا هنا مع كوبايتين سكر، هنحط عليهم كوباية ونص مية علشان يبقى سميك. كوبايتين سكر هيتحط عليهم كوباية ونص مية، وهنحط عليهم شوية فانيليا صغيرة وربع ليمونة، وهنركنهم على جنب عقبال ما نيجي نعمل مهلبية ندخل بيهم هما الاتنين على البوتاجاز. الشربات عندنا كوبايتين سكر معاهم كوباية ونص مية وربع ليمونة وشوية فانيليا صغيرة تدي كده طعم وريحة الحلويات. وعندنا هنا اللبن انا غلياه وسبته لحد ما برد. هناخد 3 كوبايات لبن هنعمل بيهم المهلبية. ال3 كوبايات لبن بياخدوا 3 معالق نشا كبار. هنحط عليهم 3 معالق نشا كبار وندوبهم في ربع كوباية مية. ندوبهم الاول قبل ما ننزل بيهم على اللبن. دوبهم بقى في لبن او في مية اللي يريحك. طبعا مش هنحط عليهم سكر لان احنا عاملين شربات، فمش هنحط سكر. دي بقى القشطة الكدابة. هناخد الشربات وهناخد المهلبية وندخل بيهم على النار. هنولع طبعا على نار هادية، وايدنا بقى في المهلبية على طول. برضو حط عليها شوية فانيليا. طبعا يعني كلنا بنعرف نعمل المهلبية سهلة. القشطة الكدابة، لو عندك بقى شوية قشطة ممكن تحطيهم عليها، بس هي فعلا كان طعمها حلو. يعني خلاص بقى اجواء رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هننقل الشربات على نار هادية، وايدنا بقى في المهلبية ما نسيبهاش علشان ما تشيطش مننا. خلاص كده هي خلصت. اسيبها بقى تبرد خالص، مش هستعملها غير لما تبقى باردة. هي اول ما هتبرد هتجمد. عندنا هنا صينية هندوب فيها كوباية سمنة. هي الكنافة سمنة بصراحة، يعني هي الكنافة الحلويات الشرقية عموما يعني سمنة، سمنة وسكر، هي متبقاش غير كده. دي كوباية سمنة دوبناها علشان نفرك بيها الكنافة. ندوبها بس كده لان طبعا احنا في الشتاء وهي كانت جامدة جدا. وهنعملها في الصينية اللي احنا هنعمل فيها الكنافة علشان ما نقعدش بقى ندهنها تاني سمنة. هنزل كل الكمية بتاعة المهلبية في طبق واسع علشان تبرد، واركنها على جنب واسيبها تبرد براحتها. عقبال ما اخلص المهلبية واخلص الشربات وكل حاجة هتكون بردت جدا. انزل بقى بالسمنة عليها. زي ما قلنا دي كوباية سمنة على نص كيلو كنافة، شايلين منه شوية صغيرة. بايدي كده بس عشان اعملها الاول بالمعلقة عشان سخنة. افضل اشتغل فيها كده حوالي يعني 5 دقايق عقبال ما كل الكنافة تتشرب السمنة. السمنة كانت سخنة والكنافة بدأت تبرد شوية، اشربها كلها بيها.
ومعانا الصينيه انا مجهزاها فيها في الارضيه بتاعتها سمنه، ان هي اهم حاجه الخطوه دي، ان انتي تدعكي الكنافه بالسمنه جامد. الخطوه دي مهمه جدا. خلاص كده احنا خلصنا الخطوه دي. انا كان عندي شويه من شربات، حطيت عليها حوالي 3 معالق شربات، نسيت اقول لكم عليها. اهم حاجه بقى تمسكي الطبقه اللي تحت دي، تضغطيها جامد في الصينيه، ولو عندك صينيه صغيره اصغر منها ممكن تضغطيها بيها، بس انا عملتها بايدي. جيت اعملها بالكوبايه لزقت في الكوبايه، فشلت انا الكوبايه وعملتها بايدي. جامد بقى، جامد جدا، علشان ايه؟ تبقى متماسكه. ولو في اي فراغات في الصينيه من تحت اعمليها بالكنافه. انا جربت اعملها بالكوبايه بس فشلت بصراحه، لقيت الكنافه بتطلع في الكوبايه، فبايدك اسهل، اسهل حاجه ايدك. خلاص هنا عندنا هنا كده المهلبيه خلاص بردت خالص، يعني ايه؟ يعني فيها دخان بسيط كده، بس هي كانت بردت. هفردها عليها بقى طبقه، ما شاء الله عامله طبقه سميكه. الصينيه دي صغيره مش كبيره قوي، عشان كده ما خدتش نص كيلو الكنافه كلها، شلت منها شويه، عشان بحب الكنافه تبقى رفيعه والحشوه جواها تبقى سميكه شويه. نحط بقى الباقي على الوش، طبعا ما نضغطش عليه جامد علشان الطبقه بتاعه الحشو اللي جواها. انا احتجت شويه كنافه، انا عندي طبعا جبت يعني شويه كده، وحطيت عليهم سمنه وفركتها بيها برضو، لان كان في لسه شويه من الحشوه باينين، فكملتها بيها. شويه من اللي انا كنت شايلاهم، يعني حوالي 3 4 معالق، حطيت عليهم برضو معلقتين سمنه، وعملتها بيها، فركتها بيها وحطيتها عليها، لان كان في جزء باين. ان شاء الله هدومي كلها كانت كنافه، والرخامه وكل حاجه كانت كنافه. الكنافه الطريه دي بتنتشر في المكان بسرعه. خلاص كده الطبقه اللي فوق خلصتها، طبطبي بقى عليها كده بالراحه. دي بقى اللي ايه، الطريقه القديمه قوي بقى، او هي كانت بتتعمل كده، مهلبيه وكنافه عليها بس. لو في بقى قشطه تبقى تمام، ما فيش خلاص. كده انا ظبطتها، هغسل ايدي بقى واظبط الدنيا، واولع الفرن. انا مولعه الفرن قبلها بحوالي 5 دقايق عشان يبقى سخن، تدخل على طول تستوي. دخلناها الفرن بقى وخرجت. يعني انا كنت حطيت لها طبعا الشربات، وسبتها حوالي 10 دقايق تبرد، لان طبعا انت عارف محدش يعرف يقطعها وهي سخنه. يعني هما حوالي 10 دقايق كده تمسك نفسها وتفضل برضو سخنه. شايفين لونها حلو ازاي؟ وطبقه يعني ايه، رفيعه مش سميكه، ما بحبهاش وهي طبقه سميكه كده. ان شاء الله بقى نفتح بقى المشروع ده في رمضان، اعمل كنافه واقف على اول الشارع بقى. يعني ايه، اشغل نفسي كده بالنهار، وبالليل بقى مش مشكله هبقى انام، وبالنهار اقف على اول الشارع ابيع كنافه، طالما طلعت حلوه بقى. لسه برضه سخنه، بس ايه شويه. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بجد جميله، ولونها حلو قوي من تحت ومن فوق. ريحتها حلوه قوي. شايفين اللون؟
طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وتقولوا ايه رأيكم في الكنافة، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب رمضان كريم علينا كلنا. سلام.